وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. قصة لم تبدأ من عند ادوبي خالص. القصة بدأت عام 1987 عند طالب أمريكي اسمه توماس نويل، بيحب البرمجة وكتب برنامج بسيط على جهاز الماكنتوش الخاص بيه بغرض عرض الصور بالأبيض والأسود فقط، وسماه دي بلاس. أخوه الأكبر جون كان بيشتغل في شركة مؤثرات بصرية، وشاف البرنامج اللي عمله توماس وقال له ليه ما نطورش البرنامج ده ونخليه برنامج تحرير صور كامل. توماس وافق وتحمس جدا للفكرة وخد اجازة 6 شهور من الجامعة، وبدأوا يشتغلوا مع بعض على البرنامج وغيروا اسم البرنامج لإيميج برو، ولكن اكتشفوا ان الاسم ده مستخدم قبل كده فغيروه لفوتوشوب. في خلال سنة واحدة عملوا اكتر من 200 نسخة ووزعوها من البرنامج، وعرضوا البرنامج على شركة ابل وشركة ادوبي في بريزنتيشن كامل. وطبعا احنا عارفين مين الشركة اللي قبلت العرض واخدت حقوق توزيع البرنامج، ومن هنا بدأت حقبة الفوتوشوب. اساسيات الفوتوشوب هنقسمها لسلسلة بسيطة جدا زي ما ظاهر قدامك في الجدول البسيط ده. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل عايز انبهك واقول لك نصيحة ومعلومة مهمة جدا جدا جدا. اي حد بيسألني او بيطلب نصيحتي في مجال تعلم الفوتوشوب بقول له كلمتين 2 حطهم حلقة في ودنك. الفوتوشوب يا حبيبي مش عايز ان انت تتعلم 1 2 3 دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. ده غلط نهائيا. عمرك كده ما هتتعلم وعمرك ما هتقدر تحفظ مكان كل حاجة وكل حاجة بتعمل ايه. علشان تقدر تتعلم الفوتوشوب وتبقى فيه من التوب لازم تطبق. التطبيق هو اهم حاجة وهو سر التعلم في مجال الفوتوشوب وفي اي مجال عموما خاص بالكمبيوتر. اولا لو انت حابب تحمل برنامج فوتوشوب اكتب لي بس تعليق وانا هبعت لك رابط تدخل عليه وتبدأ تحمل منه بشكل طبيعي. ولو انت محمل الفوتوشوب هتدخل عليه هيفتح معاك لاول مرة واجهة بالشكل اللي انت شايفه ده، واجهة بسيطة جدا، وفي المكان ده كده مش هتلاقي ولا مشروع لانك بتفتحه لاول مرة. تبدأ تضغط على اول ايقونة نيو فايل هيفتح معاك واجهة بالشكل ده. ولو انت عايز تشتغل على مشروع قديم موجود عندك هتضغط بس اوبن وهتبدأ تنتقل للمكان اللي فيه المشروع وتبدأ تشغله بشكل طبيعي. في الواجهة اللي هتفتح معانا دي الواجهة اللي بنبدأ نحدد فيها المقاس بتاع الصورة وكل الاختيارات المتعلقة بمرحلة الطباعة، علشان لو انت هتطبع المنتج او هتبدأ ان انت ترفعه كغلاف او كصورة. اي خيارات هتلاقيها في الصفحة دي، وطبعا الاختيارات دي ممكن تعدلها بعد كده من داخل الفوتوشوب. في الخانة الاولى بيجيب لك اهم او اكتر المقاسات اللي انت استخدمتها عموما على مدار استخدامك للبرنامج. في الخانة التانية لو في مقاسات او اعدادات معينة انت حافظها هتظهر معاك هنا في الخانة دي. ولو انت مثلا زي حالاتي بتحتار في المقاسات والكلام ده وعايز حاجات جاهزة هتلاقي عندك هنا بدل الخانة 5 خانات فيهم مقاسات لأي حاجة ممكن تخطر على بالك. فيديو، صورة، بانر، تيك توك، يوتيوب، اعلان، بوستر، اي حاجة هتلاقيها هنا. ولو لاحظت كده على يمينك هتلاقي عندك ايقونات او خانات بالشكل اللي انت شايفه ده. الخانة الاولى بتبدأ ان انت تغير منها اسم المشروع الخاص بيك، وتاني خانة عندك علشان تبدأ تحدد مقاس العرض، وتالت خانة لمقاس الطول. وطبعا هنا وحدة القياس وهتلاقي عندك اكتر من وحدة، الانش والسنتيمتر والمليمتر وهكذا. طبعا لو انت محتار او مش عارف الطول من العرض في الخانتين دولت، انا زي ما قلت لك هنا مثلا العرض لو جينا كتبنا مثلا العرض هنا 200 فهتلاقي ان هو محدد على طول على الخانة الطولية. لكن لو جينا ضغطنا على الاختيار ده كده هيحولها لصورة بالعرض. كده انت عرفت الفرق بين الطول والعرض. وطبعا هنا عدد البكسلات لكل انش هنسيبها زي ما هي،
واي اختيار بعد كده ده خاص بمرحلة الطباعة واحنا مش هنتطرق ليه في الفيديو ده. لو انت حابب ان احنا نعمل له شرح مفصل اكتب لي بس برضو تعليق بسيط وانا ان شاء الله اعمل لك شرح مفصل خاص بيه. نبدأ نضغط كرييت بالشكل ده. هنبدأ بس نعدل الاختيار بتاعنا نخليها 1400 ونبدأ نضغط كرييت. هيبدأ يدخلنا لواجهة الفوتوشوب الرئيسية. ولو انت حابب تتعمق اكتر في مجال الفوتوشوب اكتب لنا بس في التعليقات انت عايز ايه بالظبط في الفوتوشوب، واحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل لك شرح وافي كامل عن الموضوع ده. ولو انت حابب برضو مجال الذكاء الاصطناعي هتلاقي عندنا على القناة فيديوهات متنوعة جدا في المجال ده، وفي فيديوهات اجمد واقصر بكتير جايه في الطريق. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.